أنا البنت المصرية اللي علمت بنات أوروبا النظافة الشخصية. اسمي فيرينا ومعناه الثمرة الطيبة. اتولدت في طيبة اللي هي الأقصر دلوقتي. الكلام ده كان في القرن الثالث الميلادي، وكانت الكتيبة الطبية مشهورة وقت الحكم الروماني، وقائدها كان القائد موريس الطاقي الشجاع، ومعاه 6600 جندي. انضميت ليهم عشان أنا كنت بحب أساعد الناس، وكمان كنت ممرضة، فكان ممكن أداوي الجرحى من الجنود. وقتها صدر أمر الإمبراطور بسفر الكتيبة لأوروبا، وأنا كنت معاهم. ولكن بعد انتصارهم أمرهم إنهم يبخروا للأوثان، لكن رفضوا بشدة. وتخيلوا إن ولا واحد من 6600 جندي اتهز، ونالوا كلهم إكليل الشهادة وراحوا السما فرحانين. بعدها عشت في كهف في جبال الألب في سويسرا، ولأن الجهل كان منتشر جدا في الوقت ده، أنا اللي علمت بنات أوروبا النظافة الشخصية وإزاي يسرحوا شعرهم، وكنت بهتم بالفقراء وكنت بحب أساعد الناس. وبعد ما خلصت رسالتي على الأرض رحت السما وأنا فرحانة، وكان عندي وقتها 64 سنة. وعلى فكرة أنا ليا تمثال في سويسرا و70 كنيسة باسمي، وسموني كارزة سويسرا. وكمان في مصر اتعمل لي جدرية في مترو الأنفاق تذكار للحاجة اللي أنا عملتها في سويسرا. ودي كانت حكايتي، عاوزاكم تعملوا زيي وتكونوا رائحة المسيح الزكية.